اتخذت منظمة الصحة العالمية شعار السكري ومضاعفاته شعاراً ليوم الصحة العالمي لهذه السنة 2016، وقد اتخذت تحديداً مضاعفات السكر كواجهة أساسية لهذا الشعار. فما هي مضاعفات السكر ولماذا نقلق من هذه المضاعفات؟ في الحقيقة تنقسم مضاعفات السكر إلى نوعين: النوع الحاد والذي يجب مواجهته بصورة طارئة وحادة، والنوع المزمن الذي يمكن التعامل معه على مدى سنوات وأعوام. ما هي الأنواع الحادة التي يجب مواجهتها بصورة طارئة وحادة؟ مثل انخفاضات السكر الشديدة، ارتفاعات السكر الشديدة، والغيبوبة الكيتونية. في الحقيقة يخشى الأطباء أكثر من المضاعفات الحادة التي تؤثر على حياة المريض، وبالذات الانخفاض الشديد في السكر والغيبوبة الكيتونية، وتلك المضاعفات يمكن تجنبها بالالتزام بخطة علاجية واضحة مع تقييم حالة المريض من كافة الجوانب، مثل أخذ الجرعات وتنظيم غذائه اليومي. أما بالنسبة للمضاعفات المزمنة فهي للأسف كثيرة وتشمل جميع أجزاء الجسم وجميع أعضاء الجسم، من تأثير العين والقلب وعلى المعدة والقولون، للأسف الخلايا العصبية والخلايا الحسية والفوق حسية والشرايين القدمية والكلى. فالسكر يؤثر على جميع الشرايين في جميع أعضاء الجسم. في البداية وضعت وزارة الصحة استراتيجياتها وأولوياتها لمواجهة الأمراض المزمنة، وعلى رأسها مرض السكر، وذلك الشعار هو مواجهة الأمراض المزمنة، والاستراتيجية مواجهة الأمراض المزمنة متخذة من قبل حكومة البحرين والحكومات الخليجية الأخرى. وفي ذلك الإطار انطلقت الكثير من حملات التوعية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم بأخطار ومضاعفات السكر. وفي إطار الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض المزمنة ومرض السكر تحديداً، تم إنشاء عيادات الأمراض السكر والمنتشرة في كافة أرجاء البحرين، ومن خلالها تم توظيف فريق صحي مؤهل مكون من أطباء وممرضين على مستوى من الكفاءة والتدريب والتأهيل لمجابهة هذا المرض بأدق تفاصيله التي تهم المريض في هذا الجانب. وبالإضافة إلى ذلك تم عمل عيادات مركزية لفحص البصر في كافة أنحاء البحرين، وهذا مشروع نفخر فيه. لدينا الآن 5 عيادات لفحص الشبكية يتم تزويدنا من قبل قسم العيون مشكور بوزارة الصحة، وهي تعاون شديد بين قسم العيون والرعاية الصحية الأولية في إطار الخطة الخليجية وفي إطار منع حدوث مضاعفات السكر على العين. تم إنشاء تلك العيادات التي تخدم جميع المواطنين والمقيمين على أرض مملكتنا الحبيبة، ويتم تحويل المريض من عيادات السكر المركزية أو حتى عيادات الأمراض المزمنة بصفة دورية لتلك العيادات الفحص الشبكية سنويا. قد يحتاج المريض الفحص أكثر من سنوي، كل 6 أشهر، كل 4 أشهر. ومن خلال تلك العيادات يتم تحويل المرضى ذوي عوامل الخطورة الشديدة على العين لا سمح الله إلى قسم العيون بمركز السلمانية الطبي، حيث يتم عمل الإجراءات المناسبة للحد من مضاعفات العين إذا حدثت. وفي هذا الإطار نود أن ننوه بقسم العيون في مركز السلمانية الطبي الذي يمثل تعاونا كبيرا مع عيادات السكر المركزي في الحد من مضاعفات السكر على العين، وبحيث قلت حالات العمى المنسوبة إلى مرض السكر، وزاد الكشف المبكر على الأمراض السكر البصرية في مملكة البحرين بنسبة أكثر من 80%. أما بالنسبة لمضاعفات السكر الأخرى كمضاعفاتها على الكلى والجهاز الحسي، فقد أولت وزارة الصحة عناية مباشرة لتلك المضاعفات عن طريق الكشف المبكر والحثيث لتلك المضاعفات ومنع تطورها بتوفير جميع الأدوات اللازمة والأساسية للكشف المبكر، إضافة إلى توفير الأدوية اللازمة والعلمية للتقليل من خطورة وحدة المرض. كيف يمكن للمريض أن يحد من تلك المضاعفات؟ أن يتعاون مع مقدم الخدمة في وقف حدوث تلك المضاعفات بالالتزام بالحياة الصحية السليمة المتمثلة بالرياضة والغذاء الصحي السليم لمنع حدوث مرض السكر. أما في حال حدوثه لا سمح الله فالالتزام بالحمية والأدوية المناسبة الموصوفة من قبل طبيب السكر المتخصص لمنع حدوث تلك المضاعفات أو الاستشراء في تلك المضاعفات. وفي حال حدوث مضاعفات المرض
الالتزام بالخطة العلاجية التي يتعاون مريض السكر مع مقدم الخدمة في توفيرها بحيث يتجنب الحدوث واستشراء تلك المضاعفات.